أتحدث عن موضوع لن يعجب الكثيرين خصوصا الشباب والبنات، هو دخول عيد الحب. دخول عيد الحب قريبا سوف يدخل عيد الحب وتنقلب الدنيا لونها أحمر. ليه ما بتعرفش؟ طيب أنت كمسلم هل تعرف ما هو عيد الحب؟ عيد الحب هو نسبة إلى أحد القسيسين فالنتينو الذي كان شفيعا للعشاق. هل الحب عندنا إحنا كمسلمين حلال؟ هل هو جائز؟ لا يجوز أن يكون رابط بين الرجل والمرأة إلا رابط حلال، هل هو الزواج، الخطبة والزواج، هذا هو الرابط المسموح عندنا كمسلمين. فكيف نحتفل نحن أصلا بشيء حرام وهو محرم في ديننا؟ كيف نحتفل فيه؟ أوجه كلامي إلى فئتين من الناس. الفئة الأولى إخواني التجار، أي واحد ببيع مستلزمات هذا العيد، كلاب، بسس، أرانب، ورد، لوب لونها أحمر، جميع هذه الأمور، عبارات ومنشورات حمر، أنت تنال الحرمة، وهذا المدخول حرام لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اتق الله أن تدخل الحرام إلى بيتك. هذا المال الذي سوف يدخل من هذه المنتجات هو حرام حرام. اتق الله، اتق الله في أبنائك وتعفف عن الحرام، تعفف. هذا عيد وثني، عيد حرام الاحتفال فيه. الفئة الثانية الشباب والبنات، يعني نحن أمة الإسلام، أمة التوحيد، همتنا عالية، مبتغانا عالي، نبتغي وجه الله والدار الآخرة، هذا هو همنا. نحن خلقنا لماذا؟ لنعبد الله، لنوحد الله عز وجل. نحن أمة التوحيد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فنحن نحتفل بهذا المنكر، بهذا الحرام. لذلك يا إخوان أحذر أيضا الذي سوف يقوم بتنزيل أي عبارة على الفيسبوك داعمة لهذا العيد مازحا أو جادا، لأن هذا الكلام الذي سوف تنطق به سوف يكون مسجل عليك وأنت محاسب عليه. لماذا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد مخالفة لليهود والنصارى، وأيضا قال محذرا الرسول عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تبعتموهم، دخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ومن؟ اليهود والنصارى. نسأل الله لي ولكم الهداية، وأن نكون أهل إسلام موحد.